سلام الله عليكم إخواني أخواتي. الفيديو اليوم اللي غنطرقوا فيه بخصوص أول خروج القاصر واللي خرجت الصمت ديالها بعد علاقة بزوج دنيا بوطازوط. هاد البنت القاصر واللي كتبلغ من العمر 17 سنة والمسمات سلمى واللي غتفجر مفاجأة مدوية. الحقيقة المرة بعض الإجهاض. إخواني أخواتي، القضية ديال خيانة زوج دنيا بوطازوط مع قاصر مسالاتش، بالعكس خدات منعطف جديد من خرجات البنت القاصر عن الصمت ديالها وقررت انها تروي القصة من وجهة النظر ديالها. فالبنت اللي كانت ساكتة من بعد ما انتشرت الاخبار في المواقع التواصل الاجتماعي، والخبر بطبيعة الحال اللي كان نشره سي تحفة واللي كنحيو من هذا المنبر، قالت في التصريحات ديالها انها ما كانتش عارفه شنو كدير، هذا التصريح ديالها، وانها تعرضات للاستغلال من طرف رجل متزوج معروف، وهو وعدني انه يعاونني في المشاكل ديالي، وما كنتش عارفه بانه مزوج ممثله مشهوره اللي هي دنيا بوطازوط. هاد الفنانه اللي هي محبوبه الجماهير، كبير وصغير كيعرفها، كبير وصغير كيعرفها. شوفوا اخواني اخواتي باش تعرفوا ان دنيا بوطازوط ما عندهاش الزهر في الزواج، ما عندهاش زهر في الزواج بعد التجربه الاولى مع ديك الزوج اللي كان نصب عليها ب 100 مليون سنتيم على اساس انه خدها كسلف من عند دنيا بوطازوط، وهي دارت الثقه التامه في هذاك الشخص بعد ما غينكرها وغيطالب يعني بالطلاق. وهذا الشيء اللي خلى ان دنيا بوطازوط سنوات وهي كتنتظر انه يجي شي زوج مثالي، زوج اللي يبغيها من القلب ديالو. اليوم شفنا هذا الزوج بعد ما كان كيحضر في البلاطو، ديما جايبه معاه في ليلة العروسة، في المسلسلات دائما حاضر معاها امام هاد الضجه الخطيره جدا اللي عاشتها دنيا بوطازوط. كنتمنوا لها انها تخرج من هذا المأزق. المهم اخواني اخواتي، هاد الفتاة القاصر تفاجأت بالاعلان انها فعلا هي المعنيه بالامر، وهي اللي تعرضات يعني الاغتصاب يعني والاجهاض. فحسب مصادر اللي هي مقربه للبنت كانت فعلا حامل واضطرت انها تدير الاجهاض، وهذا الشيء خلاها في حاله نفسيه صعيبه خطيره. الموضوع دابا بين القضاء اخوان اخواتي، خصوصا بعد ما تحركت بعض الجمعيات كتطالب بالتحقيق العميق في هذه القضيه، لانها كتخص واحد القاصر وتهم اخلاقيه اللي هي خطيره وخطيره جدا. من جهه اخرى دنيا بوطازوط يعني مازال كتعيش في واحد الصمت تام ورهيب جدا، وكتحاول انها تبتعد عن الاوضاع، عن الاضواء، بينما الراي العام المغربي يعني مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء كيتكلم على هذا الموضوع. من بعد ما جبد الموضوع سي تحفه يعني والخبر انتشر. اليوم بطبيعه الحال كنشوفوا ان الراي العام المغربي كل شيء منقسم، يعني كنلاحظوا انه منقسم بين اللي متعاطف مع دنيا بوطازوط واللي كيطالب بالحقيقه. يعني راه كاين العديد مازال انهم ما متيقينش هذا الكلام، وكيحاولوا انه دنيا بوطازوط هي اللي تخرج وتتكلم في هذا الموضوع. يعني كل شيء كينتظر، يعني خصو يكون واحد الخروج رسمي من دنيا بوطازوط، يعني تنفي او لا تكشف الحقيقه ديال هذا الزوج. الزوج كيحاول رد الاعتبار ديالو، خصوصا كيحاول انه ياكد باللي هو نادم بزاف، ولكن راه كاين بزاف ديال التفاصيل اللي ما يقدرش انه يعرفها الجمهور. يعني ربما عنده شي اسرار كيخفيها،
ربما شي حاجة من هذا القبيل، ربما أنه ضارب على الكاغط، شي حاجة ماشي بعيد. لكن باش أنه يتزوج وحدة قاصر، يعني هذا الشيء اللي ما صراحة، هذا الشيء يعني ما يدخلش للدماغ، فعلا ما يدخلش للدماغ. لكن الغريب هو أن بعض المقربين كيقولوا باللي دنيا بوطازوط الفنانة ديالنا المحبوبة الجماهير الملقبة بالشعبية كلشي كيبغيها، ما بقاتش باغا تسمع بالاسم ديالو، وكتفكر انها تصلح الامور بيناتهم. ربما انه مازال باقي الحب ما بينها وما بين الزوج ديالها. ربما هذه غير يعني اشاعة كتحاول انه ينتشر في مواقع التواصل. انا لا اظن انها اشاعة، لانه سي تحفة ملي كيخرج يعني شي خبر الا وكيكون من المصادر اللي هي موثوقة. بطبيعة الحال عائلة هاد الفتاة او هاد الشابة البالغة من العمر 17 سنة واللي يوقع لها اجهاض، فعلا هاد الاجهاض يعني راه ماشي غير هكاك وغيمشي للسبيطار، يعني حتى الطبيب غيحاول انه يسول يعني شكون انت واعطيني لاكارت ديالك، لان هادشي قانونيا راه يعني كيتسمى تجريم، يعني راه كيعاقب عليه القانون. بطبيعة الحال الام ديالها اللي عرفت بالحقيقة، وبالتالي حاولوا انهم يتصلوا بهذا الزوج قبل ان ينكشف يعني شكون هو هذا الزوج، واللي هو زوج دنيا بوطازوط، واللي كانت اكبر مفاجأة ديال هذه العائلة. بطبيعة الحال هذا الزوج اللي استغل هذه البنت ربما كان كيوعدها بالزواج، ربما كان كيحاول انه يقول لها بانني نساعدك ماديا، ربما انه كان كيعاونها على اساس بس انه يخرجها او يديها البرتغال، بحكم انه عنده تم واحد المطعم بالبرتغال وعنده الجنسيه البرتغاليه. يعني حتى شي حاجه ماشي بعيد. حتى هاد القاصر اللي خرجات يعني على حسب بعض المعارف والمقربين ديالها كيقولوا بانها تعرضات للاستغلال. واش دنيا بوطازوط غتقبل بهاد الدل، لانها كتعتبره دل، وكانت دايره الثقه التامه في هذا الزوج، وما كانش كتظن بانه يخونه مع بنيته مازال صغيره 17 سنه. يعني هذا هو الخطير، وهذا الشيء اللي مازال ما بغاش تقبله دنيا بوطازوط. العائله المقربه دنيا بوطازوط ما بقاش كتكلم نهائيا، ولات غير ساكته، ولات غير مصدومه داخل البيت. وحتى في البلاطو اللي يلاه كملات يعني مراسم ديال التصوير، يعني الحلقات ديال في رمضان، يعني السيده يعني بحال سبحان الله العظيم مع انتهاء البلاطو وصلها هذا الخبر، والان هي كتحاول تسترجع العافيه ديالها والنفسيه ديالها، بحكم انها كانت كتكن واحد الحب كبير لهذا الزوج. والزوج بدوره حتى هو كان كيقول لها انت قرة عيني، وانت يعني ما يمكنش نتفارق معاك، وانت بزاف. وحتى المتبعين والناس اللي شافوا هذا الشخص يعني ربما كيشوفوا هذا السيد معقول، باين عليه معقول البراءة. وهذا الشيء اللي ما بغاش يدخل للدماغ ديال دنيا بوطازو. كتقول كيفاش هذا الزوج يعني خاني، كيفاش هذا الزوج اللي عنده معايا وليد غالي الله يخليه ليهم ولا يصلحوا ليهم، فغيمشي مع ذاك القاصر. وهذه المفاجأة جدا إخواني أخواتي. شنو غيدير قدامها؟ واش غيحاول يعتذر لها؟ واش هي غتقدر تسمح له أصلا؟ لأن في اللحظة مني يعني غيحاول أن مني اغتصبت الفتاة القصير وغيوقع الإجهاض وشي مسائل، يعني مشى للبرتغال، والخبر راه ما وصلش لدنيا بوطازو حتى مشى الزوج ديالها للبرتغال. حاولت ان تتصل به، حاولت ان يعني تفهم شنو واقع. ربما السيد حتى هو مصدوم، لانه ما كانش عارف ان هاد الشيء غينتشر
وما عرفش شكون هو اللي وصل هذا الخبر. يعني التحفه اي حاجه كتوصلوا وكتعلق بشي فنان او الفنانه، ضروري انه يفضح المستور ويكشف كل شيء. المهم اخواني اخواتي، الايام قليله الماضيه القادمه ان شاء الله بحول الله، واللي غنعرفوا بعض المستجدات اللي هي خطيره وخطيره جدا بخصوص دنيا بوطازو والزوج ديالها، واش غيتصالح معاها، واش غيبقاو يعني مخاصمين بحال ما هكا، واش غطلب الطلاق. يعني هادشي راه صراحة راه المرأة إلا شافت الخيانة من الزوج ديالها، يعني في هذا الأمر إلا في حالة واحدة، إلا كانت كتبغيه كتحماق عليه ومبغاش تفارق معاه، في هذه الحالة تقدر تسمح له، في هذه الحالة تقدر تسمح له. المهم اخواني اخوات، باش ما نطولش عليكم، ما تنسوناش باللايكات ديالكم، ما تنسوش كذلك البارطاج، وما تنسوش انكم تفاعلوا من خلال التعليق ديالكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.